الفيديو الثاني في سلسله البروجريسيف اوفرلود. النهارده هنتكلم بتفاصيل اكتر، هفهمكم ليه بتعملوا بروجريسيف اوفرلود وازاي تعمل بروجريسيف اوفرلود والغلطات اللي ما تعملهاش عشان تعرف ان انت فعلا تتطور. خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولس فيتنس جايد. الفيديو النهارده في مكان مختلف شويه لان انا في القاهره بخلص كده شويه شغل، وقلت فرصه لطيفه في فيو لطيف زي ده ان احنا نسجل مع بعض فيديو، لان انا ما كنتش عايز الفيديو الثاني او الجزء الثاني من السلسله دي ان هو يتاخر. طبعا لو ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني هحطه لك هنا في بدايه الفيديو، ارجع اتفرج عليه، لان انت لو ما طبقتش الحاجات اللي في الفيديو الاولاني كل المعلومات اللي في الفيديو ده يبقى انت بتبنيها على اساس من الاول غلط. لميت شويه نقط سريعه كده عشان اسجل لكم الفيديو دوت. اتمنى ان انت في بدايه الفيديو لو انت يعني مش مشترك في القناه لحد دلوقتي او مش مفعل جرس التنبيه، اتمنى انك تعمل ده دلوقتي على طول، لان هو بيساعدني ان المحتوى ينتشر وعشان بيديني الدافع ان انا افضل اكمل في المحتوى اكتر واكتر. وطبعا يعني اللايك في بدايه الفيديو برضو بيساهم ان المحتوى ينتشر بشكل افضل، فيعني اتمنى ان انت تساعدني بحاجه زي دي. انا لميت شويه نقط سريعه كده على الموبايل هتكلم معاكم فيها، هندردش مع بعض كده سريعا. الوقفه حلوه بس عشان الشمس ما تاكلنيش فهحاول ان انا انجز في الفيديو. اول حاجه، انت ليه بتعمل بروجريسيف اوفرلود؟ وايه هو البروجريسيف اوفرلود؟ انت لما بتخش تتمرن، خلينا نحط الموبايل ده هنا، انت لما بتخش تتمرن بتحط على العضله ستيمولس، واتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي تحط ستيمولس صح على العضله. خلاص احنا وصلنا دلوقتي ان احنا حطينا الستيمولس صح. لما حطينا الستيمولس صح، الستيمولس ده بالنسبه لجسمك هو سبب يدعو جسمك للتاقلم، يخلي جسمك عايز يعمل ادابتيشن. فطول ما الستيمولس شدته كافيه جسمك لازم يتاقلم معاه، لان انت ربنا خلقك عشان تسرفايف، بتقدر ان انت تتاقلم وتنجو وتفضل تعيش حياتك. فاذا هو الجسم بيتوتر اول ما يلاقي ستيمولس او وزن محطوط عليه اشد من اللي هو قادر يتحمله، فبنخش في عمليه الاستشفاء وبعد كده بنعمل تاقلم وبنبقى قدرنا ان احنا نتطور وعضلاتنا بتكبر. احنا بنتكلم بشكل بلدي جدا عشان يبقى الموضوع مبسط. طيب النهارده انا كنت حاطط الستيمولس ده، مثلا بلعب دمبل بريس ب 40 كيلو مثلا، وكان ال 40 كيلو ده مخليني RIR 0، يعني ريبس ان ريزيرف 0، يعني واصل للفشل العضلي بال 40 كيلو. الكلام ده عند 8 عدات مثلا. لو جيت المره الجايه ولعبت بال 40 كيلو ووقفت عند ال8 عدات وانا اقدر اجيب عده 9، كده ما بقاش RIR 0، بقى RRI 1، RIR 1 معلش، بقى كده في بيني وبين الفشل العضلي عدة. لو جيت المره اللي بعديها برضو لعبت 8 عدات وانا اقدر اجيب 10، بقى RIR 2، وهكذا. انت عمال تبعد عن الفشل العضلي. فانت طول ما انت عمال تبعد عن الفشل العضلي نتيجه ان انت ما بتعملش زياده تدريجيه في الستيمولس اللي محطوط على جسمك، شده الستيمولس وقوته قلت، خلاص ما بقاش بالقوه الكافيه، فابتديت ان انت تخش ان هو ما بقاش حاجه مؤثره، ما تدعوش جسمك للتاقلم، فتلاقي نفسك ما بتتطورش. يبقى اذا احنا لازم نزود الستيمولس ده عن طريق زياده الاوزان او العدات من تمرينه للتانيه، لكن لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. في ديك بيدا او مش حاجه مهمه جدا وديك بيدا، حاجه لطيفه ما اعرفش هيطلع ولا لا في الصوت. الحاجه اللي انت لازم تاخد بالك منها هو ان انت ما ينفعش ان انت تطارد البروجريسيف اوفرلود، لان انت لو طردت البروجريسيف اوفرلود هيبتدي يختل منك الاداء الحركي. انا داخل التمرين كل اللي يهمني ان انا ازود اوزان او عدات عن المره اللي فاتت، مش مهم الفورم بتاعي عامل ازاي. ده كده ما بقاش بروجريسيف اوفرلود، ده كده انت دخلت تاني في مرحله ان انت بتعتل. يبقى انت اذا ما ينفعش ان انت تطارد البروجريسيف اوفرلود، لازم ياخد وضعه ويحصل براحته، بمعنى ان جسمك يبقى وصل لمرحله ان هو قادر فعلا ان انت تزود اوزان او عدات. طيب ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لما تراعي عوامل كتير جدا.
يبقى الدوز او الفريكونسي بتاع الهارد سيتس، المجاميع شديده القوه اللي انت بتقرب فيها من الفشل العضلي كافي، هو ما بين 10 ل 20 عده. شوف بقى ده على حسب عمرك التدريبي وانت فين كفوليوم الى اخره. العوامل المحيطه بالتدريب زي الاكل والنوم والستريس مانجمنت والحاجات اللي اتكلمنا فيها بتاع الفيديو بتاع ال5 غلطات، وهسيبهم لك هنا، روح ارجع اتفرج عليه، تساعدك ان انت فعلا تعمل بروجريشن. طيب ازاي تعمل بروجريسيف اوفرلود، او ايه اشكال البروجريسيف اوفرلود؟ اول حاجه زياده الوزن اللي انت بتلعب بيه مع المحافظه على الريب رينج، زياده العدات بنفس الوزن اللي انت بتلعب بيه. عندنا كمان زياده المجهود او الافورت اللي هو قربك من الفشل العضلي، اللي هو زياده الار اي ار، ان لو انت كنت بتلعب ار اي ار 1 تبقى بتلعب 0، ده معناه ان انت قربت اكتر من الفشل العضلي. زياده المدى الحركي، increasing الرينج اوف موشن بتاعك، ان انت تطور المدى الحركي بتاعك حتى لو بتلعب بنفس الوزن، فده في حد ذاته زياده. اخر حاجه زياده التكنيك بتاعك اللي هو التكنيك امبروفمنت. والتكنيك امبروفمنت هو حاجه مهمه جدا، وداخل تحتيه حاجات كتير قوي زي التيمبو، زي تظبيط المدى الحركي زي ما احنا قلنا، زي الكنترول على العده، كل الحاجات اللي بتخلي التكنيك بتاعك شكله افضل. اخر حاجه خالص هي زياده المجاميع التدريبيه، ودي خلوها في فيديو تاني لوحدها، لان هي ليها قصه كده ليها علاقه بزياده الاسترنس بتاعك، وان الدوز اصلا اللي انت بتحطه مش كافي، فدي قصه كبيره مش عايزين نخوض فيها دلوقتي. يبقى احنا كده عرفنا اشكال البروجريسيف اوفرلود او ازاي تعمل بروجريشن. في حاجه مهمه جدا وهي ثبات الاداء بتاعك زي ما احنا قلنا مع العوامل اللي فاتت دي كلها. طب انت لما تيجي تفكر في البروجريشن وانت داخل التمرينه، هل تفكر في زياده الاوزان ولا تفكر في زياده العدات؟ قاعده عامه، الكومباوند اكسرسايزز او التمارين المركبه عامه، سواء كانت تمارين حره او على ماشينز الى اخره، زياده الاوزان بنسبه بسيطه بتبقى اسهل فيها، لان زياده الفوليوم نسبيا كده بتبقى منطقيه. بمعنى لو انا بلعب بنش بريس مثلا ب 100 كيلو وزودت عده، انت شلت 100 كيلو زياده، لكن لو زودت 10 كيلو كل اللي انت شلته هو زياده بسيطه جدا في الفوليوم. فاذا هتلاقي دايما السهوله في التمارين بتاعه العزل زي البايسب كيرل زي الرفرفه الجانبيه الى اخره، ان انت تزود عدات لحد ما توصل لاخر الريب رينج اللي انت حاطه، ووقتها لو تقدر بتزود الوزن. وهتلاقي في التمارين المركبه الاسهل ليك دايما ان انت تزود الوزن. فهي دي الحاجات اللي انت لازم تراعيها. يبقى اذا انت بتخش التمرينه ما بتعملش تشيزنج للبروجريشن، بتأيد الكلام ده بشكل دوري عشان تعرف انت فعلا البروجريشن بيحصل ولا لا. واخر واهم حاجه ان انت محافظ على الاكسكيوشن بتاعك من تمرينه للتانيه. في الفيديو الجاي هنتكلم مع بعض عن امتى تزود مجاميع لو انت فعلا محتاج تزود مجاميع، وازاي تعمل ده، وازاي تقيس الريسبونس بتاع ده، لان الفاتيج بتاعه بيبقى تاثيره عالي جدا جدا نتيجه زياده الفوليوم الكبيره قوي، عشان ما تدخلش نفسك في وضع يخليك محتاج انك تعمل ديلود بسرعه، او كمان يخليك تتصاب. لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك ولا عملت كومنت على الفيديو، او مش مشترك في القناه ومش مفعل جرس التنبيه، اتمنى انك تعمل ده دلوقتي عشان انا اتسلخت من الشمس خلاص وتليفوني عمال يرن. كان معاكم دوله من دولة فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.